الدقيقه دلوقتي 36 ودخلنا 37 المنعطف الخطير اللي الهدف اللي يجي فيه ما يتعوضش ان شاء الله يكون هدفنا. 37 دقيقة على بداية الشوط الثاني، وطارق السعيد وانفراد طارق السعيد وعدى طارق السعيد ويلا يا طارق، مش ممكن يا راجل مش ممكن، ومحمد فاروق رايح بيزعق اهو، لكن طارق السعيد اضاع الفرصة بغرابة شديدة جدا. طارق السعيد يهدر فرصة تحقيق الفوز في هذا ادي الكرة اهي، وخطأ دفاعي مغربي، وطارق السعيد لقى نفسه منفرد ببن ذكري، عدى كويس طارق، والكرة العرضية بقى راجل محمد فاروق مستنى اهو، لكن طارق يحطها في الشبكة. الوقت البدل الضائع من هذه المباراة الصعبة للمنتخب الوطني الجزائري من الكرة العرضية والجانبية على مرمى الحارس والناس مشكلة كبيرة. هي العرضية المطلوبة من محمد والمتابعة من حفظ الدرجات في الشباك الخارجية. أحمد الكاس، يا خبر، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن الجول اللي جه مش ممكن. يا مجدي يا طلب، يا شوف الكاس نشوفها تاني اهي، وتقف في الجول وتتقشر، وطلها قوي وطلها قوي مجدي طلب، وطلها قوي قوي قوي، بلعبها برجلي يا مجدي، بلعبها برجلي يا مجدي، بلعبها برجلي يا مجدي، كانت قريبه، وطلها قوي وطلها قوي مجدي طلب، وطلها قوي قوي قوي، بلعبها برجلي يا مجدي، بلعبها برجلي يا مجدي، بلعبها برجلي. اي قوية جدا، ما يسجلش المنتخب المصري من ايمن عبد العزيز، شباك فارغة، خطأ كبير جدا على مستوى دفاع المنتخب الجزائري اللي ما تحركش يعني بعد التصويبة والكرة اللي صدها هشام زاير. كان ممكن لمدافع او اثنين يكونوا موجودين في نفس المكان اللي كان موجود فيه ايمن عبد العزيز وحده امام الشباك فارغة. شوف هنا الدفاع الجزائري كله ما رجعش بنفس السرعة، ثلاث لاعبين مصريين وجدوا نفوسهم وحدهم ما عدا حد مولاي. هنا الكرة من عبد الظاهر السقا يرجعها الشباك فارغة بالنسبة للاعب ايمن عبد العزيز، يرميها فوق المرمى. اول اخطر فرصة في المباراة